في حاجات كتير بسيطة مش هتكلفك كتير، ممكن تعملها في مشروعك تجذب بيها عملاء أكتر وتثبت رجل الزبون عندك وتكون أنت المكان المفضل ليه. ادخل بسرعة، دوس لايك واشترك لو مش مشترك وفعل الجرس، وارجع لي تاني بسرعة عشان نعرف هنشد الزباين لينا ازاي زي المغناطيس. طبعا الصيدليات كترت جدا وانتشرت بصورة كبيرة وبقت زي اي مجال فيها منافسة، والشاطر بقى اللي يجذب الناس ليه، خصوصا في غلاء الاسعار وكثرة المنافسين حاليا. طيب انا بعد البحث والتفحيص والتمحيص في طرق جذب عملاء اكتر للصيدليات توصلت لكام فكرة بسيطة كده بره الصندوق، وسميت مجموعة الافكار دي المغناطيس. تعال نشوف المغناطيس بيقول ايه. الفكرة الاولى فيها كام هدية بسيطة كده ممكن تقدمهم مع الروشتات الكبيرة مثلا، او زي ما تحب انت اضرب مكانك وامكانياتك. الهدايا دي هتكون عبارة عن ايه؟ وصفة للتفتيح للبنات، وصفة للنحافة، وصفة لزيادة الوزن، وصفة لنعومة الشعر. الحاجات دي اغلب الناس بتعاني منها، واغلبهم اكيد عندهم مشكلة من المشاكل دي ومحتاجين علاج ليها، فدي هتكون هدية قيمة وهتعجب الناس جدا وهتعمل لك دعاية كويسة وهتزود الاقبال عليك جدا جدا. الفكرة التانية بتقول هتعمل كتاب هدية عليه عنوان المكان وارقام التليفونات وشوية دعاية وكلام كويس كده، وهيكون محتوى الكتاب ده عبارة عن انه هيكون فيه نظام غذائي كويس للناس اللي عاوزة تعمل دايت، وفي نفس الوقت هيكون فيه نظام غذائي كويس للناس اللي عاوزة تزود وزنها، او كتيب مثلا بيشرح ازاي الناس تعتني ببشرتها وشعرها. دي نصايح مهمة جدا، نسبة كبيرة من الناس محتاجاها وتحتفظ بالكتاب ده، والموضوع ده هيزود من نسب رضاء العميل على المكان وهيخلي الإقبال يزيد عليك جدا. الفكرة التالتة بقى هتعمل سحب وتتذاع نتيجته بعد شهرين مثلا، ونتيجة السحب أو جايزة السحب هتكون يا إما شهر مثلا أي أدوية يطلبها الشخص ده، خدمة التوصيل ليه هتكون مجانا لو في خدمة توصيل بفلوس مثلا عندك، أو اشتراك في جيم معين مجانا لمدة شهر، أو اشتراك عند دكتور تغذية شهر لأي فرد من أفراد الأسرة، وتعمل بده إعلانات وبوسترات على الصيدلية، ولو ليك بيج على الفيس. ده هتجذب وتشجع الناس للإقبال عليك جدا. لازم تميز نفسك عن غيرك، لازم تختلف، لازم تفكر بره الصندوق، وعشان تفضل متربع على عرش المجال، وعشان تكون دايما أقوى من السوق وظروفه. وزي ما احنا متعودين في آخر الكلام إننا بنختم بالفكرة الأهم اللي هتخلي مشروعك يعدي بإذن الله، وهي الصدقة، التجارة مع الله، التجارة اللي ما بتخسرش أبدا. ربنا هيوسع عليك وهيبارك لك في مالك وهتفرح غيرك بالصدقة دي. ومع الصدق والأمانة والأخلاق العالية والابتسامة في وش عميلك، مشروعك هيكسر الدنيا بإذن الله.